درة زروق هي نجمة تونسية خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة لها، حيث تهالت عليها التعليقات والإعجابات من معجبيها عبر موقع التواصل الاجتماعي حسابها الشخصي انستغرام، بعد أن نشرت عدد من الصور لها أثناء رحلة الصيفية. وتعد درة زروق واحدة من أجمل نجمات السينما العربية. درة زروق هي نجمة تونسية حصلت على ليسانس الحقوق ثم الماجستير والعلوم السياسية من جامعة سانت يوزيف في لبنان. بدأت درة التمثيل في تونس وقدمت عددا من الأدوار أبرزها 4 مسرحيات و3 أفلام. بعدها انضمت إلى فرقة التياترو وقدمت العمل الأول في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، ثم مسلسل التونسي حسابات وعقابات، قبل أن تشارك في فيلم من إخراج المخرج الإنجليزي. وبدأت عملها التمثيل في مصر مع الراحل يوسف شاهين الذي أعجب بأدائها كثيرا، وشاركت في دور فيلم هي فوضى. وفي نفس العام نجحت درة زروق للانضمام في عملين آخرين، هو فيلم الأولى في الغرام والحب كده. وتعد درة زروق واحدة من أفضل النجمات العربيات التي ظهرت على الساحة سريعا ونجحت في خطف الأنظار من خلال أدائها وخفة ظلها وإتقانها المميز لجميع الأدوار التي تقوم بها. درة زروق تهتم بتصميم الأزياء ولديها أتيليه خاص. وشاركت أيضا درة زروق في عدد من الأعمال السينمائية والمصرية، منها فيلم جنينة الأسماك من إخراج المخرج يسري نصر الله، ثم قامت بدور في فيلم ليلة البيبي دول. وشاركت بظهور شرفي في فيلم المسافر مع الراحل عمر الشريف بطولة محمد سعد في تيك تيك بوم، ثم توالت أعمالها الفنية لتواصل نجاحاتها.